السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة معجزة، حاجة تحفة، حاجة لتطويل الشعر بشكل جنوني، حاجة كده حلوة. تنفع العرايس الجداد اللي عايزين يطولوا شعرهم قبل كده، تنفع لسقوط الشعر، تنفع لتقصف الشعر والكثافته. حاجة كده فوق الخيال. هنستخدم فيها ايه؟ هنستخدم فيها حاجة اللي هي دي عشبة اسمها كف مريم. كف مريم دي حاجة فوق الخيال، كنز طبيعي من كنوز ربنا على الأرض. في تطويل الشعر، كنز للنساء بشكل فظيع. يعني دي حلوة أوي لتطويل الشعر، لتفتيح لون البشرة، يعني بتخلي البشرة ناعمة كده وفاتحة وجميلة. عشبة كف مريم، وبتطول الشعر، تزود كثافته، تمنع التساقط والهيشان، تنعمه. حلوة جدا جدا جدا. يعني منين ما اقدر اقول لك حلوة وقد ايه مش هعرف ادي حقها. كف مريم يا اما بتيجي كبيرة يا اما بتيجي بالشكل ده. لو كبيرة خدي نصها، لو قد كده اهوت خديها هي كده اهوت. بس فتحيها كده جامدة قوي. هنحط كف مريم، هنحط معاها بعض المكونات التانية زي ايه مثلا، اللي هو الزعتر، الروزماري او اكليل الجبل. ده بيطول الشعر بشكل فظيع. يعني اكليل الجبل او الروزماري، انا عامله زيت على القناه على الروزماري، وعامله سيرام للشعر بالروزماري، تحفه لتطويل الشعر، لكثافه الشعر، لمنع التساقط، لملء الفراغات، لتعزز جذور الشعر، للبيبي هير، للقشرة، لكل حاجة في الشعر. الروزماري ده حاجة، يعني حاجة ربنا خلقها، حاجة تحفة جدا للشعر. هناخد منها معلقتين، طبعا كل واحد هنشتغل بالمعلقة الصغيرة دي، او لو معاكي معلقة كبيرة يبقى معلقة واحدة. هناخد كمان حاجة تانية، نوع تاني من الأعشاب، اللي هو ده الزعتر البري. الزعتر البري له فوائد جامدة جدا 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 من هنا لغاية بكرة وانت بتقولي جدا للشعر، لتطويل الشعر، لريحة الشعر. الناس اللي شعرها دهني وبتعمل كده، بيعمل الشعر بيعمل ريحة وحشة، ده جميل جدا لتطهير فروة الراس وللشعر. بيدي ريحة وتعطير جميل قوي للشعر. حلو جدا لفروة الراس، لأكل الفطريات اللي في فروة الراس والبكتيريا، نمو الشعر، للبيبي هير، يعزز البيبي هير ويعزز نمو الشعر، جذور نمو الشعر. اللي بقى الحاجات كتير بقى، تطويل الشعر والمنع التقصف، حاجات يعني. الزعتر ده منين ما تقدريش توفيه حقه بصراحة وانتي بتتكلمي عنه. هنحط معلقتين زعتر بردك، هنحط معلقتين من الرز بتاعنا العادي بتاع الاكل. طبعا برضو انتوا عارفين فوائد الرز للشعر جدا، حلو قوي 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 لترطيب الشعر ولترطيب البشرة. الرز حلو للشعر والبشرة، حاجة فظيعة، حاجة كده فوق الخيال. يعني للشعر ترطيب ما بعده ترطيب ولمعان وكده. هناخده الكميات دي، هنحط عليهم كوباية مية بس، هنحط معاهم كوباية مية بس، وهنحطهم على النار يغلوا لمدة دقايق. يعني احنا مش عايزاهم يغلوا كتير عشان مش عايزة المية تسقط او تقل. هناخده معاهم كوباية مية وهنحطهم على النار، هتقلبيهم كده حبة كده، وهنحطهم على النار يغلوا غلوتين بس مش اكتر كده. بعد ما غليت على النار، بصوا الشكل، هنسيبها تبرد هي كده مع بعضيها كده اهو. هنسيبها تبرد، هنغطيها طبعا
عشان زيت الطياره اللي فيها، وهنسيبها تبرد عشان ناخد اكبر كميه ممكنه من الفيتامينات او من العناصر الموجوده في المواد دي. هنسيبها تبرد وبعدين هنصفيها. كده الخليط بعد ما برد شفتوا زي عتق وركز ازاي، شفتوا كده. هنصفيه ده كده. هتحطيه على شعرك لو انت شعرك من نوع الناعم والدهني. لو انت شعرك من نوع الجاف هتحطي له معلقه زيت زيتون بس، معلقه واحده زيت زيتون، مش هتأثر في حاجه، بس هتخلي الشعر رطب وهتخلي الشعر كويس. ده في حاله دي في حاله لو انت شعرك من النوع الجاف. هتقلبي الخليط كده وبعدين هتحطيه في بخاخه سبراي. هنحطه في البخاخه هترشي على الشعر وهتدلكيه. دي بقى تستخدم بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت هتحطيه كده في البخاخ وهتحطي شعرك مرتين 3 4 5 براحتك خالص. طول ما انت قاعده في النهار كده هو ترشيه كده وتدلكي الحته اللي فيها الفراغات في الشعر او الاماكن الخفيفه في الشعر، او تدلكي بيها راسك كلها براحتك. تدلكيه كام مره في اليوم؟ مرتين 3 4 براحتك خالص. دي هتقعد كده هو بره التلاجة لمده يومين 3، وفي التلاجة ممكن تقعد اسبوع. خلاص دي طريقه. الطريقه التانية ان انت كل شاور او كل غسيل شعر ليكي هتعملي نفس الموضوع ده. كده وتحطيه على النار ويغلي وكل حاجه، وبعدين هتاخديه معاكي في كوبايه، في ازازه، في اي حاجه معاكي الحمام. بعد ما تغسلي شعرك هتكبيه على راسك كلها، على شعرك كله، وهتغلغلي شعرك كله وفروه الراس كلها تدلكيها وتعمليها. ده جميل جدا. طبعا انتي عشبة مريم لما بتروحي تشتريها مش هتشتري واحدة، هتشتري حبة كده مع بعض ب3 جنيه ب5 جنيه، هيديكي حبة حلوين. ادي عملتي واحدة بس منها المرة دي، والباقي كله كل ما تيجي تاخدي شاور هتعملي نفس الموضوع ده. هتحطي الرز، معلقتين رز، معلقتين روزماري، معلقتين زعتر، على واحدة من لو صغيرة هتحطي واحدة، لو كبيرة هتقسميها 2 من عشبة مريم مع كوبايه ميه هتغليها على النار وهتسيبيها تبرد، وبعد كده تاخديها معاكي الحمام. اول ما تغسلي شعرك تروحي منزلاها كلها على شعرك مرتين. طبعا يعني مرتين في الاسبوع حلو تعمليه كده، ودي معاكي باقي اليوم. يعني التانية هتعمليها في مرة اول ما تغسلي شعرك، ودي معاكي باقي اليوم ان شاء الله. لمدة اسبوعين 3 هتلاقي شعرك بقى حاجة تانية خالص، تطويل بشكل فظيع. هيطول شعرك جدا جدا جدا، مش هتلحقي من طول شعرك. هيملى الفراغات. لو عندك قشرة في شعرك، لو عندك اكزيما، لو عندك فراغات، البيبي هير، كل الحاجات دي هيشيلها بأمر الله. السيرم ده حاجة فظيعة جدا للشعر وحاجة جميلة جدا للشعر. يا رب تجربوه ويعجبكم. بس بالله عليكي لو جربتيه وعجبك ما تنسينيش في دعوة حلوة، وما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسينيش في اللايك اهم حاجة عشان الفيديو يترفع واكبر حد يشوفه ويستفاد بيه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.